بس بدي اقول لك كان في تعليقات قويه على كلامك لما قلت انه الجولاني باقي. هاي بدي اياك تعلق عليها وتوضحها. في ناس فكرت انك مبسوط، يعني تقول لك يا عمي هذا مو مبسوط بس عم يحكي واقع. عم يحكي واقع. ايه باقي؟ ما انا عم لكم كمان باقي راكب على ظهرنا ومدندل يمكن رجلي. فهمانين منصتك غلط، انه فهمانين انه انت بس اي حدا هيك بس انه يعمل دعايه ضد الجولاني. مو فهمانين انه هي المنصه مشان واحد يفهم يفك الغاز السياسي، مش انه هي مجرد انه يعطي كلام ويعطي شعارات. نحن مشكله، نحن شعوب بشكل عام عندنا رابطه بتجمعنا بين بعضنا، انه نحن بنحب اللي بيطبب على جرحنا. بالضبط. بدهم واحد شعبوي. هاي بدهم بالضبط. مثل ترامب. بدهم واحد مثل ترامب الشعبويه يقول شو اسمتنا، بيحبوا هي خلتنا يسمعوا. نبعد عن السياسه، هي اللي سلطت علينا الفساد، سلطت علينا نظريه القائد الرمز، القائد الابدي. هي عملت معنا كثير مشاكل، فلازم نتخطاها هي الشعبويه. هلا بالنسبه للموضوع انه الجولاني باقي، اذا طبق الخطه، اذا مشي على التعليمات، حيبقى. ليش ما يبقى؟ يعني كتار قبله بقيوا يعني. مثلا مرسي لو انه عفان الشغله ما عند بهذاك الوقت، يمكن اردوغان هو اللي شوش عليه، كان بقي. هلا ما كان اجى السيسي. هلا امريكا شو بدها؟ ما بدها العنب، ما بدها الخان الناطور. اي حدا مين ما كان يعني بيضمن مصالحها بالمنطقه، رح يبقى بدون منازع. هلا تعقيبا على الحديث اللي حكاه تفضل فيه المعرفي سائر، ليش تعاملت الولايات المتحدة وتتعامل مع الجولاني رغم ماضيه؟ ب 2013 أدرجت الولايات المتحدة الجولاني على قوائم الإرهاب، ورصدت لاحقا مكافأة وصلت إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إليه. بين 2016 و2024 أعلن فك الارتباط مع تنظيم القاعدة. إذا بتتذكروا بإدلب صار في تفجير قوي، صار في اجتماع بين نخبة أعضاء هيئة تحرير الشام، تخلصوا منهم لأنه هدول كانوا بيعصلجوا، ما كانوا يمشوا حسب الخطة، فتم تخلص منهم. من خلال بواسطة الطيران الروسي على ما أعتقد، أو الطيران النظام السوري بمعلومات وإلى آخره. هذاك الوقت كان يتم التحضير لهي الجماعة، انه شوي شوي ترتقي وتطلع شوي ولو شكليا من لباس القاعده او لباس التنظيم السلفي. المهم بين 2016 و 2024 كما اسلفت اعلن فك الارتباط مع تنظيم القاعده. تغير اسم التنظيم اكثر من مره، من جبهه النصره لجيش الاسلام، بعدين هيئه تحرير الشام، وشوي شوي صاروا بعد سقوط النظام السابق تغير ميزان القوى صاروا هن الحكام. أصبح السؤال الأمريكي من يسيطر فعليا على دمشق وليس من كان عدوا قبل 10 سنوات. التاريخ مليء بحالات انتقلت فيها دول من القطيعة إلى التفاوض عندما تغيرت موازين القوى. في العلاقات الدولية المصالح غالبا هي العامل الحاسم. الولايات المتحدة تحالفت مع جوزيف ستالين خلال الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، بعدين دخلت معه بالحرب الباردة بعد ما انتهت الحرب. دعمت العراق خلال جزء كبير من الحرب العراقية الإيرانية ما بين 1980 و 1988، ثم قادت التحالف العسكري ضده عام 1991. هذا الشيء حكينا فيه بمقابلتنا اللي قبل. بالنتيجة المصالح تتغير، وبالتالي تتغير التحالفات. ليش هلا أصبحت الدولة المركزية أولوية بالنسبة لأمريكا؟ قبل سنوات كانت سوريا تضم عمليا حكومة في دمشق وإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا، مناطق نفوذ تركيا، مناطق نفوذ أمريكية، قواعد روسية، وجود إيراني. هذا التعدد خلق كلفة سياسية وعسكرية مرتفعة. لذلك صناع القرار بيقولوا أنه وجود سلطة مركزية واحدة أسهل للتفاوض، ومشان ضبط الحدود وتقليل انتشار القوات الأجنبية. يعني بعام 2025 كانت الإدارة الذاتية تدير نحو ربع مساحة سوريا، معظم حقول النفط كانت بإيدها، نسبة كبيرة من إنتاج القمح، مئات الكيلومترات من الحدود مع العراق وتركيا.
لكن عندما تغيرت أولوية القوى الدولية تراجع حامس الحركة السياسية والعسكرية للإدارة الذاتية، وأصبحت المفاوضات مع دمشق أكثر أهمية من الرهان على استمرار الدعم الخارجي. التاريخ يقول أن القوى الكبرى لا تعتمد سياسة ثابتة تجاه الحلفاء. انسحاب الولايات المتحدة من أجزاء من شمال سوريا عام 2019 فتح المجال للعملية العسكرية التركية. عادت واشنطن لاحقا للإبقاء على وجود محدود في مناطق شرق الفرات. في مراحل لاحقة تغيرت أولوياتها مرة أخرى مع تغير البيئة الإقليمية، أي أن الدعم الغربي ازداد أو تقلص بحسب المصالح وليس وفق علاقة ثابتة مع طرف معين. معناها بالمجمل لا يوجد تحالفات دائمة، بل هناك مصالح دائمة. أي مشروع سياسي يعتمد على الحماية الخارجية خاصة في سوريا في الشرق الأوسط عموما، وهذا الاعتماد يصبح أكثر عرضة للاهتزاز عندما تتغير تلك الحماية. المشروع الأكثر استقرار هو الذي يجمع بين الشرعية الداخلية والمؤسسات القوية والعلاقات الخارجية ولا يعتمد على عنصر واحد. هلا بنشوف بالنسبة لنظام الجولاني، هل يحظى بشرعية داخلية؟ لا، شرعية فقط شرعية مؤيدين نظام الإسلام السياسي. هل ثمة مؤسسات قوية؟ لا توجد مؤسسات قوية. هل ثمة علاقات خارجية متوازنة؟ أيضا لا توجد هذه العلاقات الخارجية المتوازنة. إذا نرى أن هذه الأشياء ما لم تتحقق فيصعب التكهن أو التنبؤ بوجود توقيت زمني لنهاية هذا النظام أو لإعادة شرعنته حسب المصالح الدائمة من قبل القوى المؤثرة في المشهد. يعني من سبعينيات وثمانينات القرن الماضي كانت المنطقة أهم ساحات الصراع بين الدولة السورية والقوى الإسلامية اللبنانية والفلسطينية، وهي المدينة شهدت جولات قتال كثيرة بين منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية ومنطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية، خصوصا بين عامي 2008 و 2014. وأسفرت العمليات وهي الشجارات والمعارك عن مئات القتلى بين الطرفين. العلاقة بين جبل محسن وباب التبانة ليست وليدة اليوم، هي نتيجة عقود من الصراع والتعبئة الطائفية والتداخلات الإقليمية. لهيك يبقى هذا المحور يبقى من أهم أو من أكثر المناطق حساسية في لبنان. بالنسبة لزيارة بعض الشخصيات السورية من قبل حكومة الجولاني يمكن قراءتها بأكثر من تفسير. إما هي محاولة بناء علاقات مع قوى سنية في لبنان، أو هي رسالة سياسية للداخل اللبناني، أو هي جزء من إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي. يعني أنا ضايع بين هالثلاث شغلات. يعني يا إما هي محاولة علاقات إنه الجولاني بده يكون له زلم هنيك، أو يكون إنه تحاول الحكومة الجديدة تظهر على غرار إنه هي مو مثل حكومة الأسد، هي ما بدها احتلال وما بدها تتدخل كثير، أو مفروض عليها هذا الشيء. لهيك أنا ما فيني أجزم إنه في تحالف سني متطرف. المخيمات الفلسطينية بالفعل هي عنصر مهم في المشهد اللبناني، كانت عنصر مهم. يوجد في لبنان نحو 12 مخيم رسمي للاجئين الفلسطينيين، وبعضها شهد وجود فصائل مسلحة عبر عقود. ومثل ما سمعانين بمعركة نهر البارد صار في اشتباك قوي بين الجيش اللبناني وتنظيم مسلح ينتمي لها المخيمات، أسفرت عن دمار كبير للمخيم وسقوط مئات القتلى بين العسكريين والمسلحين والمدنيين. أما موضوع أنه احتمال يصير في شيء مذبحة مثل ما صار بالسويداء أو بالساحل، أنا ما بعرف، أنا ماني متوقع يصير في هيك شيء. هي فرضية مستقبلية ما فينا يعني نجزم فيها. إذا عاد التوتر الطائفي لطرابلس، منطقة التبانة، جبل محسن ستكون من أكثر النقاط عرضة للاشتعال لأنها تحمل إرث طويل من المواجهات. شكرا. يعني الساعة الإيرانيين عندهم أمل إنه تحسن أمورهم. ما بعرف شو رأيك أنت ريبر، أنت أخبر منا بالوضع الإيراني.
يعني هل إيران فعلا جاهزة لتوقيع اتفاقية ولا ما يبدو على السطح غير اللي صاير حقيقة؟ شو رأيك بالوضع الإيراني؟ لإيران في أجنحة مع أنه تصير في مفاوضات، مع أنه النظام الخامنئي أنه يحفظ ماء وجهه ويقبل بالتغييرات الحالية اللي بتفرضها عليه الجبهتين الأمريكية والأوروبية. موضوع المفاوضات هي مو المرة الأولى اللي تجري هكذا مفاوضات، وهي المفاوضات على الأغلب ما عم بتوصل لنتيجة مريحة للطرفين. لهيك يا أحيانا بنشوف إيران تنقض الاتفاق وتتراجع عنه، أو أحيانا أمريكا بترجع. فبالنسبة لترامب ماسك عصا بإيد وماسك وردة بإيد ثانية، فأنا بشوف إنه هي المفاوضات ما راح تكون نتيجتها مرضية للطرفين. يعني لا يخلو الأمر إنه بعد كل هاي التفاهمات أو ما يعرف بهاي التوقيعات إنه يصير في نزاع جديد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ليش؟ لأنه إيران يعني ما عندها مجال تتنازل وتقدم كل أوراق اعتمادها. هذا الشيء بالنسبة لها هو مثل انتحار. وإذا خطيت من باب المواجهة كمان ما راح تكون بشكل جيد، لأنها حتختار المواجهة في مراحل قادمة، لأنه المواجهة بتوفر عليها كثير شغلات. التنازلات بتتم بالأمر السهل نتيجة توافقات، ولكن لها عواقب وخيمة على النظام، بتهز صورة النظام الإيراني بالمنطقة. لهيك رح تلجأ إيران في بعض الأحيان المواجهات، ورح تلجأ للتفاوضات كطريقين أو كسلاحين يضمن وجودها كنظام وكقوة سياسية لا تزال تحافظ على مناعتها في المنطقة بالرغم من كل شيء. هلا إذا بدنا نحكي نقول إسرائيل ضعيفة ورح تختفي فجأة، إذا كانت إسرائيل ضعيفة جربوا قمل إسرائيل، جربوا قمل، دير بالك. جربوا. المهم إذا كانت إسرائيل ضعيفة فلماذا تمتلك تفوقا جويا واضحا في المنطقة؟ لماذا تمتلك أحد أكثر الجيوش تطورا في الشرق الأوسط؟ لماذا يبلغ إنفاقها العسكري عشرات المليارات من الدولارات سنويا؟ لماذا تحافظ على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة منذ عقود؟ لماذا نجحت في خوض حروب متعددة وبقت الدولة قائمة منذ عام 1948؟ هذا لا يعني أنها لا تواجه أزمات. إسرائيل لديها انقسامات سياسية وأزمات داخلية وتحديات أمنية وديموغرافية، لكن وجود تحديات لا يعني أنها على وشك الاختفاء. إذا هذا اعتقاد طبعا وليس تحليل سياسي. إذا كنت تتوقع زوال دولة فاشرح الآلية، من سيسقطها بأي قوة وفي أي ظرف وما الأدلة. أنا مثلا لا أناقش العقائد أو الأمنيات، أنا أناقش الوقائع. الدول لا تختفي لأننا نتمنى ذلك، بل عندما تتغير موازين القوة والاقتصاد والتحالفات بشكل جذري. وحتى الآن لا توجد مؤشرات موضوعية تدل على اختفاء إسرائيل في المستقبل القريب. شكرا.